حاجه. محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك اثار ازمه كبيره جدا داخل غرفه خلع الملابس ما بين شوطي مباراه الزمالك والداخليه اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 بعد نهايه الشوط الاول. وبعد تفوق الداخليه واهداره عدد كبير من الفرص، دخل محمد صبحي اوضه اللبس وثار ثوره عارمه داخل غرفه خلع الملابس، وحمل المسؤوليه لدفاع الفريق ولبعض اللاعبين بعدم قدرتهم على تمثيل نادي الزمالك، وقال بالحرف الواحد: انا معايا لعيبه مش عارفه تلعب تاني، عشان ما حدش يطلع ينفي بس. ومش عايز اقول مين اتدخل، ويعني ممكن نزود بقى في اللي حصل جوه اوضه اللبس ما بين شوطي مباراه الزمالك والداخليه. قال: انا معايا لعيبه مش قادره تلعب ومش عارفه تلعب او مش عارفه تلعب، وبالتالي انا بتحمل المسؤوليه قدام الجماهير وقدام النادي. حاولوا يهدوه بعض المتواجدين من لاعبين من مسؤولين بالفريق قبل طبعا انطلاق الشوط الثاني. في نفس الوقت أوسوريو هناك يعني تحفظ كبير من جانب اللجنة الفنية على طريقة اللعب، لكنه لا يزال متمسك، وأيضا من بعض اللاعبين لا يزال متمسك المدير الفني حتى الآن بطريقة اللعب اللي بيؤدي بها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. وهناك تخوف ما بين اللاعبين في حالة مواجهة فريق كبير وفريق منظم ان يكون في عدد كبير من الاهداف بسبب الاندفاع الهجومي الكبير اللي بيعتمد عليه اوسوريو وجهة نظره واتكلم فيها مع بعض الناس داخل الجهاز وداخل والمسؤولين عن الفريق. قال لهم: انا نادي الزمالك ولازم العب كره هجوميه، ونادي الزمالك طول عمره بيلعب كره هجوميه، وانا مجمع وعارف تاريخ نادي الزمالك، لكن الخلاف بس على نوعيه اللاعبين اللي بيخوضوا المباريات في التوقيت الحالي. ده يمكن